مرحبا بفلوج جديد. من كثر ما برد جليد جليد جليد، درجة الحرارة زائد 5 يعني كنت بالنادي، بعدين طلعت اكلت، رحت شربت شاي لاتيه وبمنطقة بعيدة عن بيتي، وهلا راجع البيت وانا كالشبح. في كتير ناس سألوني عن سيارتي، شو هي سيارتي، شو بتحب السيارات. اليوم انا من عشاق السيارات البي ام، انا هيك طبيعتي، طبيعي يعني اساسي بجي هيك، يعني مو مركب تركيب اساسي. المهم انا بحب السيارات البي ام كتير كتير كتير، من قدر ما بحبها حطيت اسمي عليها. سيارتي هي بي ام 525 اي 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 اي. هاي هي طبعا الاسم من ورا ومن قدام، بس لا تفهموها غلط يعني. ليش انا بحب هالسيارة؟ بحب السيارة لانه البي ام بحسها فعلا سيارة ثابتة كتير على الارض، كتير كتير، وبالسفر برتاح فيها كتير كتير كتير. فيها اوتوماتيك وعادي، بتصير اوتوماتيك وعادي، شاشة جي بي اس، بيجي مثل كبسة كهرباء تحت دعسة البنزين مشان تزيد السرعة. وفيها ام سي، مثل ام سي روكو وام سي، مو للي بغنوا يعني. كان في عندي قبلها 325 كمان اي سبورت، هذيك ام معدله، بس كانت اقدم منها، هلا اخذتها هي احدث منها بشوي بكثير، مو شوي. الاسم صعب كثير انه لا تقدر تحصل اسم نفس اسمك او الشيء اللي بدك اياه وتحطه على السياره، بيجيك عليه دفع ضرائب وبكلف شوي الاسم. وليش انا اخترت الاسم؟ لانه اسمك مجرد ما ينحط بالسياره بضل محمي لمده 10 سنين واكثر، وما حدا بيحسن يستخدمه ابدا باوروبا كلها، مو بس بالسويد. ما حدا بيحسن يستخدم الاسم هذا ابدا، ولا حدا بيقدر يحطه، لانه هو اسم واحد وبيجي معه حتى شيفره، بتنحط الشيفره على البلور بس للبوليس وللسيارات الامنيه بيقدروا يعرفوا السياره مين صاحبها من عبر الشيفره ومن عبر الاسم. رح برجيكم الشيفره محطوطه هون فوق على البلور، مكتوب بيطار، مكتوب اسمي ومن البوليس. هاي السيارة 6 سلندر، يعني بلوعة بنزين، يعني مخورفة، لأن مخورفة وحدة بوحدة، أشطر منها ما في. بس أنا هالتطليعة هي بتذبحني ذبح. من جوا اللي حلو فيها، فيها تثبيت سرعة، فينك تثبت سرعة، فيها الموسيقى على الكيدون كاملة، فينك تتحكم بالسرعة من الكيدون، فينك تهدي من هون، فينك تأسرع من هون بنفس الوقت، وفي جي بي اس من هون فينك تشوفه كمان. كراسيها كهرباء كلهم، فيهم اكثر من حركات، بنزل بوطي لفوق لتحت، فيها حركات حلوه. حتى سنادة الراس فينك تتحكم فيها عن طريق الكنترول، ترفعها وتنزلها كيف ما بدك. اما موتور السياره راح ورجيكم الموتور. بابا طبعا دبابه، موتورها ضخم جدا، بلوعة بنزين، بدك تتمشي وراك غازية دائما، ضرورية كثير. وقلت لكم سبب محبتي بهالسيارة انه سيارة ثابتة، ومهما مشت يعني فوق ال 30,000 او ال 40,000 بتضلها ثابتة، لانه جنزير مو قشاط. غير هالشي انه على طريق السفر السيارة من لا اروع. طبعا في عندي فيديو ماشي فيها 240 رح نزله، بدي احاول انزله هون، هلا بدي اشوف اذا بحسن هلا بعد هذه في الموسيقى. ولا تنسوا تشتركوا وتحطوا لايك كومنت مشان نضل معكم دائما بفلوجات جديده. ودائما هذا فلوج سريع اليوم حبيت اصوركم اياه، لانه في كتير عالم سالتني انه انت شو هي سيارتك وليش بتحبها، لهيك اليوم حبيت نزلكم انا الفلوج على السريع. تحياتي لكم كلكم، لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايبر وكومنت بلبن. وشو بدكم حابين نحكي عن الفلوج الثاني، الموضوع اللي حابين نحكي فيه الفلوج الثاني، بتمنى تكتبوا وانا معكم، ما عندي مشكله ابدا. تحياتي لكم. Halvvägs klockan har passerat och Thomas Ek, en brand